السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما راج هاد الأيام طبيعة الحال سرت اليوم على يوبا الغديوي الذي يترأس حزب الريف جمهورية الريف، والذين يرتموا إلى أحضان النظام العسكري الجزائري المستبد الدكتاتوري فقط لأنهم ضد النظام الملكي الدكتاتوري كذلك. أنا اللي بغيت نعرف هو أن ناصر الزفزافي وحراك الريف عندما خرجوا بمطالب شعبية، وهذه المطالب اللي خرج عليها كيتسمى خائن لحراك الريف، وخائن للجماهير الشعبية الريفية، وخائن للقسم الذي أداه ناصر الزفزافي مع الجماهير الشعبية آنذاك. و20 عام ديال الحبس ماشي سهلة، كيجمع الفم باقي لحد الآن كيضرب فيها، ويجيو هاد الناس في الآخر يركبوا على الحراك ويركبوا على الحدث، ويعني ويدعون على أنهم يريدون تأسيس بل أسسوا حزب جمهورية الريف وذهبوا ارتموا إلى أحضان النظام الجزائري الدكتاتوري. وكما كيعلموا كما شفنا الفيديوهات كتار مليوحة سيرتو هاد الأيام الأخيرة على ما يقع للشعب الجزائري من معاناة مع هذا النظام الفاشل في تدبير شؤون وأمور الشعب الجزائري، كما أن هذا النظام الملكي كذلك فاشل في تدبير شؤون الشعب المغربي وحاجياته وحقوقه. والملك محمد السادس بعيد كل البعد عن معاناة الشعب المغربي وما يعانونه يوميا ومشاكلهم، يعني الملك بعيد كل البعد صراحة. ولكن اللي كيهمني الأمر في هذا الفيديو اللي بقى فيه لي الحال هو هاد ناصر الزفزافي وهاد الأبطال اللي كيضربوا في الحبس ودخلوا للحبس وخلاو وراهم واحد الخونة، واحد الشرذمة وما قلة قليلة من الخونة كيعيشوا في أوروبا. وأنا راه غادي نجبدهم بالأسماء ديالهم إن شاء الله. فغادي نبداو أولا نسمعوا ناصر الزفزافي اش تيقول، الرأي ديالو بالنسبة الرأي ديالو اتجاه أو النظر ديالو اتجاه النظام الجزائري الدكتاتوري. حنا غنسمعوا ناصر الزفزافي ماذا يقول أمام الجماهير، ثم سنرى من بعدها يعني تسجيل صوتي من السجن بعد ما سمع أن هاد الشرذمة يعني ارتموا إلى أحضان النظام الجزائري. فسمعوا جميع إخوتنا ماذا سيقول ناصر الزفزافي، نصره الله وأيده على الأعداء. نعم. الثانيين أو أن هؤلاء مدعومين من الجزائر، أقول لهم أن موقفنا اليوم أشجع وأرجل من موقف الدولة المغربية. لا زالت الدولة المغربية تمارس الدبلوماسية مع جارتنا الجزائر، ما زالت تقول نحن جيران وكذا وكذا. نحن نقول لا، شعب الجزائر شعب حقيقة ما نكرهاش، هم إخواننا، ولكن جنرالات الجزائر وحكام الجزائر مفسدون، إرهابيون، مجرمون، قتلة، لصوص، سمعتوا ناصر الزفزافي اش قال يا اخوه؟ هذه صراحه هذا الشيء اللي قال ناصر الزفزافي حقيقه النظام الجزائري الدكتاتوري، فهو بحاله بحال النظام المغربي الملكي الدكتاتوري. حتى في الجزائر كاينين معتقلين سياسيين يقبعون في سجون الذل والعار النظام الجزائري ويعذبون ويشردون واعتقالات والكثير من الاشياء، يعني اللي احنا يعني عندنا مشاكل ديالنا بالعربية تعرفت، عندنا مشاكلنا نقابلوا بلادنا، يعني نشوفوا مشاكل ديال البلاد ديالنا. علاش حنا غادي نطرماو لعند واحد النظام جزائري عنده مشاكل ديالو حتى هو مع الشعب الجزائري، ونبدا نطبل ونخيط هذاك النظام ونحاول نبينوا على انه نظام ديمقراطي وانه كذا وكذا، والكل يعرف ان النظام الجزائري بعد ما يعني ضاعت منه الورقة الصحراء
المغربية أو الغربية سميوها كما بغيتو تسميوها، الآن ارتمى إلى القضية الأخرى اللي هي الريف. فلقى هاد الخبثاء، هاد المرضى النفوس، هاد المسترزقين، منهم ديوبة الغديوي ومنهم الكثير 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 على التيك توك وعلى يعني صراحة منهم الكثير، وسنذكر أسماءهم إن شاء الله بإذن الله، لأن هاد الشيء هذا خاصو يعني ما كيتدركش. حنا مع ناصر الزفزافي، حنا مع حراك الريف، وأنا من مدينة الدار البيضاء اعتقلت في إنزورن من أجل حراك الريف ومن أجل الشعب الريفي، من أجل أهل الريف ومن أجل ناصر الزفزافي وباقي المناضلين والقياديين اللي تعتقلوا مع ناصر الزفزافي آنذاك. وتعتقلت في إنزورن وتحكمت 4 سنوات وخرجت درت 7 أشهر بعد ما خرجوا كثير بعفو ملكي. أنا جابوا لي العفو الملكي وسيريت لي وخرجت. يعني اللي كنعرفه هو ان حراك الريف عنده مطالب ملف، فانتوما وليتوا عند الجزائر، وليتوا باغي ديروا الجمهوريه ديالكم والانفصال. وشتي، وحنا الكل يعلم ان المخزن في بدايه حراك الريف، المخزن كان يتهم الحراك بالانفصال، وما فعله هذا الشرديمه واصحابه اكدوا تهمه المخزن لحراك الريف. ف صراحة نصنتو دابا، نصنتو التسجيل الصوتي اللي خرجوا ناصر الزفزافي في هذا الشأن من الحبس، وسمعوا مزيان اش غادي يقول. راه والله حتى حشومة وعيب، حشومة وعيب وعار على كل ريفي، على كل ريفي خاصة، حشومة وعيب وعار على كل مغربي حر، حشومة وعيب وعار على كل ريفي ارتمى مع هاد الناس هادو، مع ديوبة الغديوي، وحط يدو في يدي وتفق معاه وتماشى معاه في الطرح ديالو. صراحة اللي بغى يتقلق عليا يتقلق عليا، انا قول كلمة حق عند السلطان الجائر عند كل شيء. انا عندي بالنسبة لي عند كل شيء. هذه كلمة حق هذه خصها تتقال. نسمعوا الان ناصر الزفزافي ماذا يقول من التسجيل ديالو اللي خرجوا من الحبس بطبيعة الحال في الاعتقال. دو سمعوا مزيان اش غيقول. الحراك والله سأعري بابهم بالأسماء ولن أسمح لأي صعلوك من هؤلاء الصعاليك الذين يقوموا بهذه الأفعال المشينة بأن يستغلوا حراك الريف. نحن براء منهم ولا يمثلوننا في شيء، والحمد لله أن بأن يستغلوا حراك الريف كما قلت لكم من أجل الأموال، الاسترزاق. هادو ماشي مناضلين، هادو مسترزقين. يوبا الغديوي، سعيد البارصة، السلطان، كمال اللي في التيك توك كنعرفوش في وجهو، انا هادو اللي قلتهم كنعرفوهم في وجههم، كلشي كيعرفهم. سلطان وسعيد البارصة، ياسين الحميني تا هو شيات، تا هو شيات النظام حنا كنعرفوه، وعبد الواحد ولد كازا شيات النظام، كمال معروف وجهو، سمير اللي كان خدام ظهير ملكي على حساب قولو ودابا راه في الالمان، تا هو شيات النظام الجزائري على قبل الفلوس. رضا الليلي تا هو شيات، راه طلع التسجيل الصوتي ديالو هو كيدوي كيقول للمخابرات عطيوني الاستحقاقات ديالي، عطيوني فلوس يخلصوني، راه هادشي كيبغي الفلوس وكيبغي المال والدعم وهاد الحرب واللي. علاش كتسميو ريوسكم مناضلين ملي نتوما باغيين الفلوس؟ علاش كتسميو ريوسكم مناضلين؟ صمتوا. كنت أحذر دائما وأبدا من هذه الشلة، ولم يكن يشرفني أن يتحدثوا عني أو يدافعني. دافعوا عن أنفسكم أيتها الكلاب. لا يشرفني أن يدافعوا عني. كيهزوا التصاور ديالو والتصاور ديال المعتقل، حتى أنا تهز التصويرة ديالي مني كنت معتقل في بلجيكا. علاش اصاحبي؟ علاش تهزوا التصاور ديالهم يعني وتركبوا على ظهورهم وتبيعوا وتشريوا مع الجزائر؟ علاش؟ حيت الجزائر باغي تنتقم، النظام الجزائري باغي ينتقم من النظام المغربي. وهاد الناس هادو مساكن اش داروا لك؟ ما فكرتيش فيهم؟ ما حشوماش عليك؟ هما يعانون من نفس النظام اللي انت مشيتي على ضدو، مشيتي بعتي وشريتي مع واحد النظام اخر تا هو معدي على الناس ومعدي على واحد الشعب الجزائري. والله وهذو كيذكروني دوك يظلون عبر ليفاتهم يقذفون عائلتنا ويسبون ويشتمون وهم هربانين ليه راهم مربحط ليه. صراحة
صراحة كانوا كيسبوا ويعايروا بموت الزبزافي في الاب ديال الزبزافي هادشي على الفيسبوك، حضرنا عليه وسمعناه صراحة. هادو هذا وهذا واحد منهم، هاد يوبا الغديوي واللي معاه. حتى باتوا كانوا بالامس القريب كانوا كيقولوا هذا الشيء هذه تقرير المصير، فاصبحوا اليوم يعني من تقرير المصير الى محاوله اسقاط ناصر. رحمه الله عليكم دنيا واخره ايتها الشرذمه المنافقه الفئه الباغيه يا حماله الحطب. لذلك حمالة الحطب سماهم بحال ماك باقي عاقل عليه، والله الا باقي عاقل عليه كانوا مسمينهم حمالة الحطب على الفيسبوك. هاد الشرديمة هذا ما قام به هؤلاء لا يمثلوننا في شيء، ومن يمثل هؤلاء يخرجوا بالعلن يقولوها، يقولوا هما كيمثلونا ويتحملوا المسؤوليه ديالهم التاريخيه، ولكن لن اسمح باي صعود مهما كان. طالما ان الجماهير الريفيه وطالما ان كل الحرار والحرائي وضعوا الثقه بي فلن اسمح لهؤلاء، لانني عندما اديت. تحية لك، تحية لك اخي الزفزافي من هذا المنبر، الله يطلق سراحك. تحية لك تحية لك تحية لك، يا ربي يطلق سراحك يا ربي. صراحة غادي نتوقف هنا وغادي نحمل المسؤولية وكامل المسؤولية للملك محمد السادس على هادشي اللي تيطرا، على هادو اللي مشاو للجزائر وعلى قبل الزفزافي. لان مني خرج ناصر الزفزافي في حراك الريف انتم مازال غتسمعوا واش غادي يقول. ناصر الزفزافي غيقول العلم الوطني على الرايه. هضروا على حقوق بسيطه صيفتهم من الحبس ب20 عام. كون بقى الزفزافي على برا ما غيخرجش بحال ما هذا يدعي الانفصال ويمشي عند الجزائر اذا شكون كيتحمل المسؤوليه؟ الملك محمد السادس والنظام الملكي، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال هادشي كامل اللي طاري، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه حتى ديال هادو اللي مشاو لعند الجزائر وارتموا الى احضان النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري. صراحه محمد السادس هو من يتحمل المسؤوليه. انا مهم طريق صاحب هذا اللايف المعتقل السياسي السابق، انا ما عمرني كنت سياسي، نتوما اللي رديتوني معتقل سياسي، اتحمل مسؤوليه هذا الكلام. كملوا التسجيل. اقسمت ان لا اخون وان لا اساوم وان لا ابيع ولو على حساب حياتي، وانا اليوم كنأدي الضريبه ديال 20 سنه ومرحبا حتى بالاعدام ولا اخشى. يا الله يا الله، سمعتوا واش قال؟ قسم باقي كلشي عاقل عليه، جميع المناضلين كيعقلوا على هذا القسم هذا. الا ابيع والا اساوم والا ولو على حياتي. سبحان الله، 20 عام ديال الحبس يا صاحبي، 20 عام والله الا حشوم عليكم وحق لا كاع اللي كيضع يدو في هاد الشرديمه واصحابه كلهم ماشي رجال وخونه، خونه للريف وخونه لاهل الريف وخونه لحراك الريف وللمعتقلين صراحه. الله لومة لائم، والله هذا اللسان سيظل سليطا على الخونة والعملاء والمستبدين والطغاة طالما ان هذا الظلم ظل قائما بالشر في هذه البلاد. احنا خرجنا من اجل امور واضحه، مطالب اقتصاديه، اجتماعيه، ثقافيه، وكل من يخرج عن هذه المطالب فانه يخون ديمقراطيه الشارع، لان حينما كنا نجوب الشوارع والازقه والاحياء كنا نسال الناس ماذا تريدون؟ عن ماذا تبحثون؟ عما تريدون؟ ماذا تريدون؟ فكانوا يقولون نريد مطالب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه واحترام تاريخنا ورفع ظهير العسكره. لا شيء اكثر من كل هذا. يعني ما عمرهم طالبوا بالانفصال، ما عمرهم طالبوا، يعني ما عمرهم ادعوا انهم يريدون يعني الارتماء الى احضان النظام الجزائري. يعني المطالب كانت واضحه والحراك كان واضح، حراك مبارك يا عباد الله. المطالب ديالو واضحه، ما كاينش مطلب سياسي بتاتا. نسمعوا واش غادي يعاود يقول. عن ماذا تبحثون؟ عما تريدون؟ ماذا تريدون؟ فكانوا يقولون نريد مطالب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه واحترام تاريخنا ورفع ظهير العسكره. لا شيء اكثر من كل هذا. يعني صوات هذه الازلام هادو يكشف. احنا خرجنا من اجل امور واضحه، مطالب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه واحترام تاريخنا ورفع ظهير العسكره. لا شيء اكثر من كل هذا. ينصوات هذه الازلام هادو يكشف اجتماعيه ثقافيه، وكل من يخرج عن هذه المطالب فانه يخون ديمقراطيه. احنا خرجنا من اجل امور واضحه، مطالب اقتصاديه، اجتماعيه، ثقافيه، وكل من يخرج عن هذه المطالب فانه يخون. ما كاينش مطلب سياسي بتاتا في ملف مطلبي ديال حراك الريف. هادو خارج عن الاطار اللي خرجوا عليه الناس في الحسيمه والناس في الريف اللي خرجوا على قبله في ذوك المسيره 7 اشهر. حشومه وعيب، والله الا عيب وحشومه عليكم، عيب وحشومه وعار. هذا الانسان مسكين تيضرب في الحبس، بعتو شريتو على ظهره وفلوس مع الجزائر هو كيضرب في ظهير العسكره. لا شيء اكثر من كل هذا. ينصوات هذه الازلام هادو
يكشف ويفضح حقيقة. ثانيا، واش عمركم شفتوا هاد الناس اليوم هادو اللي قاموا بحرق العالم، واش عمركم شفتوهم يوما عائلتهم تشارك معنا في الحراك؟ هل كنتم تشاهدون يوم عائلتهم يشاركون معنا في الحراك؟ طبعا لا. وانت الا ما كنتيش كتراضي تقنع الوالدين ديالك باش تقنع الاخر بشي امور اللي هي نتايا لا تشرع على قولها. ملي كنتوا هنايا في الريف وكذلك متواطئه مع حتى شي وحدين من بعض المدن المغربيه الاخرى، تلك المجرمه التي قامت بحرق سميتو العلم الوطني، حينما كنتوا في المغرب من تكونوا تجرؤون لتتحدثوا عن سمعتوا العلم الوطني؟ اقسم بالله العلي العظيم الى ناصر الزفزافي صراحه ظلم محمد السادس ظلموا ظلما كبيرا كبيرا كبيرا، وما غاديش تلقاو لا الملك محمد السادس ولا الشعب المغربي ما غاديش تلقاو بحال ما هذا المناضل، هذا الحر، هذا الانسان الحر ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين ديال حراك الريف، ما غتلقاوش بحالهم. هو لا يتفق مع هذيك اللي حرقت العالم، اللي حرقت الرايه ديال الرايه المغربيه في بلجيكا ولا ما عرفت. سمعتوا اش قال؟ لان هادو كانوا كيضربوا في حراك الريف. حراك الريف ما خرجش باش يحرق الرايه ديال المغرب، ما خرجش باش يطالب بالانفصال، ما خرجش على قبل هذا الشيء الذي يدعونه هؤلاء الشرذمه، منهم يوبا الغديوي والباقي اللي معهم الذين ارتموا الى احضان النظام الجزائري العسكري الديكتاتوري. سامسون كمل. المواقف السياسيه. يعني يا اخوه والله ثم والله انا ما نكذبش عليكم، انا ما عندي ما ندير وما عندي ما نقول. والله هذا السيد هذا وعلى ذكر ناصر الزفزافي اقسم بالله شوف رؤيه من عند الله سبحانه وتعالى. شفتنا انا غنعاود لكم، انا حيت رؤيه طويله ولكن غنعاود لكم المهم في هذه الرؤيه لانه كينطابق مع الشيء هذا اللي تنهضروا عليه. رؤيه طويله شوفها، ولكن غنعاود لكم واحد المقطع، مشهد صغير من الرؤيه. شفت ناصر الزفزافي بارك على الارض مسرح رجليه، وبارك هذيك البركه ديال بنادم مسرح رجليه على الارض وكيبكي كيتنخسس كما كنقولوا حنا بالدارجه، كيبكي. وقفت عليه انا من ظهرو بحال ما قدرت ليه وبديت كنواسي فيه وانا نقرب حدا ودنو ونقول ليه ما تقلقش، الا تعرضتي للتعذيب حتى انا راه تعرضت للتعذيب، حتى انا راه يلاه خرجت، غير الجمعه اللي فاتت دار فيا ها وعاود هبط راسو وبقى تيبكي وانا نسمعو قال. سمعوا سمعوني اش غنقول لكم. سمعتو قال بحال ما هكا اش قال 20 عام ديال الحبس وداو على ظهري 20 مليون، صيفطوني بحال ما هكا. انا دخلت في الحبس وصيفطوني للحبس ب20 عام ديال الحبس وداو على ظهري وخداو على ظهري من ورا ظهري 20 مليون بحال ما هكا. تيبكي على قبل هذا الشيء هذا. علاش تيبكي؟ في الرؤيا هذا مرسل مقطع صغير عاودتو لكم. يعني هاد الناس هادو باعوا شراو في الحراك وباعوا شراو في الزفزافية، هاد اليوبا الغديوي وهاد الذين يدعون على انهم جمهورية الريف وارتموا الى احضان النظام الجزائري. فالحلقة ديالنا غتنتهي هنا ان شاء الله. المرجو من الاخوة اللي عجبوا الفيديو، احرارنا اطلب فقط من الاحرار دعم القناة باللايك وبالبارطاج وبالسبسكرايب، وشكرا للجميع وتحية لكم وإلى اللقاء.